السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم ابتي دات فلاورز. اليوم محسنة من المحسنات بعثت لي، هي في الحقيقة من الخارج، وبعثت لي مع فاميلتها مبلغ من المال. قالت لي اخذي وديري تليتلي. خذيت كما راكم تشوفوا الدجاج، القرعة، التليتلي، البصل، الخل. هنا جبت الدجاج، شريت لها شوية دي كويس مع الجناح، حطيتهم في الماء ورنختهم في الخل والملح. هنا جبت لي باكي تاع التليتلي كاع، حطيتهم هنا في القصعة وبديت ندير الملح ودرت شويه زيت ورايحه نفورهم باذن الله. البصل 5 باكيات جاني واحد الكيلو. هنا بديت نحط في الكسكاس ونفور. الدجاج بديت نحيلو في هذاك الجناح تاعو، الجناح نحيلو في هذيك الضحكه ديالو، وإلا لقيتو ماشي مشوط بيان نكمل نشوطو ونحيلو بيان سور هذاك الشعر اللي كاين. هنا جبت كيلو ديالي تاع البصل، ولا الحبيبات ديالي تاع البصل، درت وقيله 4 كبار ولا 5 كبار، راكم تشوفوا معايا. راني نحط فيهم هنايا، شللتهم وحطيتهم في الاشواغ يترحاو. الصباح كنت غسلت البطاطا كما قلت لكم، وكنت غليتها ونقيتها وخليتها، قلت مع الاخر نقليها باه تقعد سخونه. هنا راني رحيت البصل، هنا جبت الفوره الثانيه راني ندير فيها، درت لها الماء سخونها لهذاك تليتلي وخليته ينشف ويشرب براحته، باه نزيدلو درت له 3 فورات. هنايا شاك فوره ندير له الماء وخليه ينشف ونعاود نفوره، خليه يشرب هذاك الماء ونعاود نفوره. حطيت، جبت القدرة ديالي هذه كبيرة الله يبارك ما شاء الله. حطيت السمن، حطيت الزيت، حطيت الدجاج يتقلب بيان. بعد ما تقلى حطيت له القرفة، 3 عواد قرفة، وحطيت له مغرف مليحة تاع فلفل كحل، وحطيت الملح وخليتهم يتقلاو مع الاول تقلى الدجاج وحده ومن بعد البصل. دوكا كي تقلى مع البصل حطيت له واحد هكا 2 طباسة تاع موين تاع حميصه اللي كنت طيبتها، شمختها وطيبتها باسكو شريتها، شمختها وطيبتها. وهنا الدجاج راني نديرو في الفراير كي طاب باه يتحمر، راني نحي فيه بشويه ونديرو، شوفوا كيف تحمر ولغرتاوي المليح. هنا حطيت البطاطا تقلى، وهنا جبت القرعه ديالي اللي نقيتها، وهنا راني وقيله في الفوره الثالثه. هنا شوفوا القرعه كيفاه طابت زبده، شوفوا الحميصه، شوفوا الدجاج. هنا مازالني نفور، وهنا راني نقلي في البطاطا بيان سور. وتاني زدت حبيبات تاع بيض، يعني زدت من عندي هكا حبيبات تاع بيض، قلت يزكو. وهنا فرغت هذيك القدرة كاع في القصعة وبديت في العملية بمساعدة خدوجة الدجدوجة. دقدوقتي قلت لها تعطيني في لي بواط وتحط لي في شاك باطه تحط لي مغرف. هنا حطيت لي حطيت شويه قرعه، حطيت حميصه، وحطيت نص حبه بطاطا ولا نص حبه بطاطا، وحطيت نص حبه تاع بيض، وحطيت الحميصه بطبيعه الحال. شوفوا البطه كيفاه جات، يعني تكون غنيه ما شاء الله، تشبع في هذا البرد، وغنيه فيها البطاطا، فيها الدجاج، فيها البيض، يعني فيها البروتين، يعني بنسبة تكون مليحة. راني ندير فيهم كاع هكا كيما راكم تشوفوا معايا هنا. يعني هذا الفيديو ان شاء الله نتمنى تدعموني فيه يا حبابي، أمنيتي تدعموني فيه، يعني باه نكمل في هذا المشروع الخيري اللي يعني فيه نتلقى فيه يعني من عند الناس هكا، ويقولوا لي ديري لنا. وكاين حتى اللي بعد هذه بعيده اللي بعثت لي دراهم، راهي من فرنسا، صافي بعثت لي مع فاميل تاع دراهم ودرتها. شوفي خملتهم جاوني واحد 23 باطه، وحتى اللي ما قدرتش نعمرهم بدليت لي بقاو لي 2 بيض، كملتهم قرعه ودجاج وبطاطا، خرجت كلش الحمد لله، خرجت كلش. الان قالت لي حتى انتي، يعني مرا كبيره اللي جابت لي، قالت لي انتي اللي فرقي. طيبت وكملت وهيا ديناهم هكا المغارب. شوفوا المحسنين، ها هو
مسكين راقد في البرد، وهذا الشيخ مسكين شوف.